صباح شريف. طيب المره دي عندنا نداء للجهات الرقابيه والحكوميه مصر وبره مصر. احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا ال الاجراءات احنا كلنا شغالين ريسك وكنترول، صح؟ فانت النهارده رئيس هيئه رقابيه، رئيس مؤسسه حكوميه، رئيس مش عارف هيئه مش عارف مين، انت مدير مخاطر وفرص هذه المؤسسه، هذه الهيئه. زي ما انت في البيت مدير مخاطر وفرص البيت، زي ما حضرتك في البيت مديرة مخاطر وفرص البيت، زي ما انت في الشركة في الإدارة انت مدير مخاطر وفرص الإدارة، الشؤون الإدارية المركزية مش عارف المالية، الكلام ده كله. فعشان تدير المخاطر في كلمة هيدن في الموضوع اسمها انت إدارة مخاطر. الإدارة دي بتدير بتدير إدارة الشؤون الإدارية، بتدير المالية، اللوجستية، الرقابية، الهيئة الرقابية. فأنت هي اسمها كده مدير الإدارة المالية، لا أنت مدير مخاطر الإدارة المالية، في كلمة هيدن في النص. أوكي، مدير مخاطر الإدارة اللوجستية. أنت رئيس تنفيذي مدير مخاطر الشركة، في كلمة في النص كده بس بتبقى هيدن. حلو، أنت بتدير مخاطر الإدارة أو الأوبريشن اللي أنت بتعملها. عشان تديرها بتعمل بتاخد قرارات، بتاخد كنترولز، بتاخد اجراءات رقابيه، صح؟ اجراءات توجيهيه، ترفع سماعه تليفون اسمه كنترول، بتبعت ايميل اسمه تليفون. القرارات الكنترولز دي ليها ديزاين فاكتور، صح؟ اللي هو المركزي منزلها، اللي هي الهيئه قال لك لازم حوكمه، هيئه الرقابه الماليه مثلا، صح؟ الديزاين فاكتور دي اسمها قال لك ال5 دبليوز مثلا. لو قلنا لازم لما تدي قرار تطلع توجيه في البيت والشارع والشغل والحكومه، بتطلع بتقول مين يعمل ازاي، كل قد عشان لازم 5 حاجات. اوكي، والا جوده اتخاذ القرار هتكون ناقصه. السياسه والاجراء، القرار القانون ناقص حاجه. ما ينفعش ارفع سماعه التليفون على اصحابي اقول لهم في الشغل، اقول لهم الو يا رجاله اعملوا كذا، واقف في السكه في وشهم. حلو، هما سالوا بعض مين هيعمل فينا، محدش عارف. هيعملها ازاي، محدش عارف. هيعملها امتى، محدش عارف. هيعملها ليه، محدش عارف. حلو. الكنترول ده كان بنيجي نتكلم في الحوكمه، اللي هي يبقى فيه ريسك مانجمنت، يبقى فيه مخاطر وكنترول، ليه اطار داخلي واطار خارجي. الاطار الخارجي للشركات اللي هي القوانين والتشريعات، اللي هي في الاساس شويه كنترولز. الاطار الداخلي اللي هي السياسات والاجراءات التشغيليه ونظم العمل والبرفورمانس مانجمنت، دي الاجراءات الاطار الداخلي للحوكمه، اللي هي شويه كنترولز. اجراءات كاشفه اللي هي مؤشرات اداء، اجراءات مانعه لو سمحت ما تشربش سجاير، لو سمحت مش عارف هنبصم مش عارف لو سمحت هنمضي طلب الشراء. اجراءات كاشفه، اجراءات مصححه حط طفايه الحريق، اجراءات مصححه لو راجل ما دفعش ان مش عارف نرفع قضيه، شويه اجراءات مصححه. فالمشترك ما بين القوانين والتشريعات والمشترك ما بين السياسات والاجراءات ان دي اسمها كنترول ودي اسمها كنترول. بس الكنترول لما طلعوا ريجيليتور، لما طلعته الجهه الرقابيه، لما طلعته الحكومه، الكنترول ده اسمه قوانين وتشريعات. لما الكنترول ده بقى طلع من الشركه، من الاداره، من رئيس القطاع، من الرئيس التنفيذي، من مجلس الاداره، بقى اسمها سياسات واجراءات ولوائح ومش عارف ومواثيق. بس ده كنترول وده كنترول. الكنترولين دول لازم يستوفوا شروط جوده اتخاذ القرار. الكنترول ده اجراء، اكشن تيكن باي مانجمنت. فلازم هنا عشان الناس ما تخبطش في بعض جوه الشركه لازم تكتب كل اجراء كده، ما تقولش تقوم الهيئه، تقوم الاداره الماليه، تقوم الشركه. يا نهار اسود، هو لما نيجي دلوقتي حد يدخل الاداره الماليه، يدخل الشركه، قال لك تقوم الشركه، فرئيس مجلس الاداره بالمجلس الاداره بالرئيس التنفيذي بتقوم الشركه كلها. ما حدش هيقعد للاسف الشديد، صح؟ مش معنى انا اقوم دون عن الناس دي كلها، ما لك تقوم الشركه بقى، الشركه تقوم بقى، انا ماليش علاقه، ما عينتش المسؤوليه، ضربت الحوكمه في مقتل. كذلك لما يطلع قانون وتشريع ما تقولش تقوم الهيئه، ما تقول تقوم الوزاره. ما فيش حاجه اسمها كده. يعني انا اقرا دلوقتي اللائحه افهم مين. لما انا اروح الوزاره بخبط على باب الوزاره، اخبط على مين؟ محدش عارف. ما هو ده مشكله مدام عفاف وعدي علينا بكره، ومش انا اللي امضي عليها، ده الاستاذ فلان. ليه كل مشاكلنا البيروقراطيه؟ ما حطيناش القرار صح. فيجي المستثمر يجي يقول لك انا ما اعرفش، وما قالوا لي تقوم الوزاره. تقوم الوزاره، ماشي، مساء الخير، انا عايز مين اللي بيقوم في الوزاره؟ انا ما اسمعلوش هو قال لك تقوم الوزاره، فانا داخل اهو مفيش حد قام في الوزاره. الوزاره ما قامتش ليه يا جماعه؟ الوزاره مش بتقوم، مش عارف، مع ان هم كاتبين ان انا داخل كعميل كمواطن الوزاره بتقوم، بس انا ما دخلتش محدش قام لي. غريبه جدا الكلام ده. انتوا بتخالفوا لوائح بقى،
القوانين ما هو مكتوب غلط. لازم تكتبوا ايه؟ يقوم مين جوه الوزاره، يعني نقول مسؤول مش عارف مين بوزاره كذا، يقوم مسؤول، عين المسؤوليه عشان تعرف تحاسبه بشفافيه وعداله. عين المسؤوليه، يقوم مسؤول كذا، تايتل كذا في الايه، في الوزاره الفلانيه، بعمل كذا، الاجراء الفلاني، بالكيفيه الفلانيه تفصيلا. ما تخلوش يلف حوالين نفسه. تفصيلا هتكون عامله ازاي؟ بالدوريه الفلانيه، كل يوم، كل ساعه، كل شهر. او في حاجه اسمها ايفنت بيز او ترانزاكشن بيز، حال الحدوث، حال ان حد مواطن داخله، حال ان في مستثمر داخله، يعمل معاه الاجراء ده بالكيفيه، بالدوريه دي، بالكيفيه دي، بالاجراء ده، فلان الفلاني، وذلك لي واي، وذلك لي منع ولا اكتشاف ولا تصحيح خطر. انت ليه حطيت ريجيليشن؟ عشان تحافظ على حقوق اللي مش عارف مين، صح؟ المواطنين، المساهمين، اللي مش عارف مين، الوزاره، الدوله. حلو قوي. اكيد انت اكيد انت عارف انت حطيت القرار ليه. حاجه من الثلاثه، ما لهاش رابع، والله ما ليها رابع. اما لمنع حدوث خطر، حدث محتمل انت مش عايزه يحصل في السوق، مخالفه معينه، سرقه معينه، تلاعب معين. اما لاكتشاف، تلاعب، سرقه، مخالفه، او لتصحيح. صح؟ مفيش حاجه غير الثلاثه دول. فلازم توضح ده تحت. فتقول بقى القرار، ما هو القرار، السطر اللي في القرار بتاع الوزاره الفلانيه هو زي الاجراء الموجود في السياسات والاجراءات. هنا بيقول مين بيعمل ايه، امتى، ازاي، عشان ايه. هنا لازم يقول مين ده تايتل، بيعمل ايه، عشان بيعمل ايه، ازاي، امتى، عشان ايه، في هذه الحاله. محدش هيلف حوالين نفسه. الموضوع ده جه طبعا، انا كنت بتكلم مع احد الاصدقاء كده، وبيجتمع مش عارف احد الوزارات، فيقول لي ايه، هم في شركه طبعا، يقول يا باشا يعني نزلوا قرار، مش عارف اعمل ايه، والله ما عارف اكلم مين، والله ما عارف اروح لمين، والله مش عارف. ارمي استثماراتك بره بقى، انا زهقت. ما ينفعش. ما هو لازم تكون المعلومه، القرار مكتمل، صح؟ في الخمسه ديزاين فاكتور. ساعات نحط الوير، باي ذا واي بالمره. احنا قلنا هم 5 دبليوز، قلنا مين بيعمل ايه، امتى، ازاي، عشان ايه. في حاجتين هنا بس سريعا يعني. بنزود ساعات فين، الوير. فتقول يكون فلان، يكون مسؤول الفلاني بعمل الحاجه الفلانيه، بالكيفيه الفلانيه، بالدوريه الفلانيه. الدوريه دي فيها حاجتين، قال لك في فريكوانسي تايمينج، ده في فريكوانسي الدوريه والتوقيت. يعني في بعض الاجراءات تقول ايه، حال الحدوث كذا، وفي بعض الاجراءات تقول ايه كل يوم، وفي بعض الاجراءات ايه تحتاج تقول كل يوم الساعه 5، كل يوم الساعه 10. ما تجيبنيش كمواطن الساعه 12 وتقولي لا ده احنا كنا الساعه 9. ما تكتب لي في القرار، اكتب في الاجراءات، اكتب في لوائح الداخليه، اكتب الدوريه والتوقيت. ساعات بنزود بقى الوير، فين، في اللي هنعمل الاجراء ده فين، في المكان الفلاني، في الفرع الفلاني. ليه؟ ما هو خلي بالك ده بيحصل في الشركه. عشان بس ايه، الناس دلوقتي هيجي لي واحد دلوقتي ايه في الشركه يقول له انتقد يشوف الحكومه ايه اللي مش عارف. بقول لك ايه، انت عندك في الشركه كده، ما تحورش كتير. ظبط شركتك الاول، بس بعدها بتكلم على الحكومه. عشان بس ايه، اصل الحال من بعض، عشان بس ما نحورش كتير. حلو. انت في شركتك، في بيتك، ما فيش اصلا سياسات ولا اجراءات ولا استراتيجيات، عشان بس نكون واضحين. في شركتك يعني. فالمفترض يكون في الاثنين. فبدل ما هو كان يروح ايه، يطلع الشركه الفلانيه واحد جاي يسوي حاجه، يروح اخر الشركه ايه الناحيه دي يقول له والله اصل انا مش انا اللي بسوي، ده الراجل الناحيه الثانيه هو اللي بيسوي. بتحصل نفس الموضوع في الحكومه. يروح وسط البلد يقول له لا ما هو مش انا. يا عم ما انتوا ما قلتوش في القرار فين، لازم تروح الشروق يا عم، وترجي لي بعد ساعه. يا عم ازاي بقى، ده انا هروح بس في ساعه. صح؟ ما تكتب لي الوير، اكتب لي الوير، قول لي فين، اكتب لي الموقع اللي فيه الاجراء ده بيتعمل. فنكتب مين بيعمل ايه، ازاي، تفصيلا، عشان هجيب لي ورق معايا وانا رايح. كل قد ايه، الساعه كام، لو فين، عشان، قول لي عشان ايه. اكتبها كده، تطمن حتى ان الحد القانوني ولا التشريعي اللي بيكتب الاجراء مكتمل. وعشان ما تعملش اجراء على الفاضي، لا يكون زي الشنقل. فاكرين الشنقل بتاع معلش طولنا شويه، بتاع اسمه ايه، فؤاد المهندس، بيروقراطيه. شنقل ب 2 مليم، راح عمل له ب7 جنيه اجتماعات ولجان ومواثيق ومش عارف. الكنترول غلط. ماذا لو شلنا مدام عفاف الدور الثاني واسامه جديد الدور الرابع؟ قال لك احسب الانهيرنت ريسك، الخطر المتاصل، بدون وجود اجراءات رقابيه، بدون وجود مدام عفاف وسعاد الجليل في خطر. قال لك لا ده له ريسك خالص، حط مدام عفاف وسعاد الجليل، حط قيس بقى الريسيدوال ريسك، الخطر المتبقي فيري هاي. ينفع نحط كنترول، نعلي الريسك
ما ينفعش. فايه شيل الكنترول، غير ما دام هتاخد دور التاني دي، ما ينفعش الكلام ده. عشان بس الله يكرمكم الناس تعبانه، فايه عايزين نعمل انترنال كنترول صح جوه الشركه. عشان بس ايه، بص الحكومه يا عم الحاج بص في شركتك الله يكرمك، ولا هتلاقي سياسات ولا اجراءات ولا مين بيعمل ايه امتى ازاي. صباح الفل. هي ثقافه مجتمعيه لازم يدخلها الGRC الحوكمه. لازم ندرس كلنا في الجامعه، الله يكرمك كنت في جامعه اسكندريه، لازم الله يخليك صيدله ودكاره وطب وهندسه، ها على عيني وراسي، احسن من واحد تمسك مشرط، على عيني وراسي والله، وماجستير ودكتوراه. ما ينفعش تمسك شركه من غير ما تعرف ريسك مانجمنت، لان انت دلوقتي هتدير مخاطر وفرص شركه مش مشرط. انت عرفت اداره مخاطر وفرص المشرط والمسطره، بس ما تعرفش تدير مخاطر وفرص شركه. فلازم تعرف انتربرايز ريسك مانجمنت، اداره مخاطر حوكمه، عشان نعرف نمسك مؤسسه. نبقى مؤهلين نمسك ايه مؤسسه، نبقى مدراء، نعمل شركات، نعمل ستارت ابس. لازم ندرس ايه حوكمه. كفايه كده، والسلام عليكم ورحمه الله.